بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب تالتة إعدادي، Welcome to the full marks in English with Mr. محمد كامل. هنحل مع بعض دلوقتي إن شاء الله امتحان محافظة الفيوم. أول جملة عندنا بيقول We value a strong with our family. طبعا strong relationship. We add the suffix، بنضيف السفكس A to turn the word custom into a verb. طبعا فاكرين فعل customize اللي هو معناه يخصص أو يعدل الشيء عشان يجعله مناسب له. بذكر الطلاب بس اللي ما شافوش الفيديو بتاع مراجعة ليلة الامتحان اللي هو الجزء الأول اللي هو جزء الكلمات الفوكابولاري، ضروري جدا يشوفوه إن شاء الله. Number 3 means the ability to understand and share someone else's feelings. تتفهم وتشارك مشاعر شخص آخر، يبقى دوت empathy اللي هو التعاطف. The antonym of stressed، عكس كلمة stressed اللي هي مضغوط، يعني عكسها relaxed. relaxed. بعد كده السؤال التاني اللي هو طبعا بيكون عندنا 5 كلمات وبنختار منهم 4 في القطعة. عندنا كلمة perfect يعني كامل أو تام، strength نقاط القوة، quality معناها الجودة، وبرضه quality معناها صفة أو سمة، challenges تحديات، trusting اللي هي الثقة. You should have some important values. مفروض يكون لديك بعض القيم أو بعض القيم المهمة to help you in your life. Self-confidence الثقة بالنفس is a very important، طبعا quality صفة أو سمة مهمة جدا. It helps you to be sure of your abilities or decisions. It also helps you to face، بتساعدك إنك تواجه challenges التحديات with courage بشجاعة. This courage often leads to بتؤدي إلى improvement التحسن. Self-confidence doesn't mean لا تعني الثقة بالنفس، لا تعني being perfect، لا تعني إن أنت تكون يعني كامل. It means هي تعني trusting yourself enough يعني إنك تثق في نفسك بما يكفي to try learn and grow. ده كان السؤال التاني. بعد كده سؤال القطعة بيتكلم فيها عن making inventions، عمل اختراعات وطريقة علشان تخترع شيء، يعني بتحدد المشكلة وبعد كده بتعمل بروتوتايب. وممكن طبعا طالب يقرأ لو في وقت، بس هنشوف الأسئلة بتاعتها. The main idea of the text is هتبقى هنا how to make ideas real، يعني ازاي بيحول الأفكار إلى حقائق. Number 2 the word simple وعاوز معناها is closest in meaning to easy، كلمة easy. Number 3 the first step in creating an invention is أول خطوة finding a problem، كانت موجودة هنا بالنص اهي، بيقول first أولا inventors المخترعون need to find a problem. السؤال اللي بعد كده يقول what do inventors do after building a model، بعد ما بيعملوا a model برضو موجودة هنا after building the model they have to test it، they test it. كانت الإجابات هنا جاية من القطعة بالنص يعني. Number 3 Number 2 when do inventors make changes and test again، بيعملوا التغيرات ديت وبيختبروا تاني if the model doesn't work as expected، كان بيقول لو ما اشتغلش كما هو متوقع they change it and test again. آخر سؤال هنا في القطعة do you think that anyone can turn a simple idea into something real، تعتقد أي واحد ممكن يغير فكرة بسيطة إلى حقيقة؟ why not، أقول له yes I think so، نعم أعتقد ذلك. because نيجي بقى هنا كده لما كان بيقول هنا كان بيقول anyone can be an inventor، أي واحد ممكن يكون inventor، بس نذكر بقى احنا إجابتنا نقول with some imagination patience effort and creativity anyone
can turn a simple idea into something that makes a difference. وبرضه بنذكركم بجزء القصة الستوري، أعمل له برضه فيديو للمراجعة. اختصارا هو المراجعة أنا عاملها يعتبر 4 أجزاء، يعني جزء عن الكلمات اللي هو مراجعة ليلة الامتحان، وجزء عن الجرامر، وجزء عن الستوري، وجزء اللي هو حل امتحانات، عشان أي طالب يبقى عارف ال4 أجزاء اللي هو هيراجعهم. نيجي بعد كده لسؤال الستوري القصة. بقول a good leader should be full of power and طبعا courage، المفروض يكون مليء بالpower والcourage. The students showed great when they continued working despite difficulties. بالرغم من الصعوبات واستمروا العمل، يبقى هم كده أظهروا determination. Are bad for fruit and vegetables. إيه اللي سيء بالنسبة للخضروات والفاكهة وكده؟ طبعا chemicals اللي الطلاب ما استخدموهاش. Some small ideas can lead to، يمكن أن تؤدي إلى big changes. What did Zaina ask the local community for? She asked them for donations. طلبت منهم تبرعات. How did the garden change the students? إزاي غيرت الطلاب؟ The students became more careful with their school. They threw less trash on the ground. And the garden changed the way students treated their school and each other. يبقى غيرت الطلاب، خلتهم حريصين على المدرسة وما عادوش بيلقوا القمامة على الأرض، وغيرت طريقة تعاملهم مع المدرسة ومع أنفسهم. بعد كده سؤال الريرايت، بيقول we haven't cooked lunch yet، وعاوز been، يعني هو عاوز يبنيها للمبني للمجهول تبقى passive. أبدأ بكلمة lunch وبعدين أقول hasn't. ناخد بالنا احنا كان في we فكنا بنقول haven't، إنما lunch ده مفرد، فأقول lunch hasn't been cooked yet. Lunch hasn't been cooked yet. Number 2. It's not allowed، غير مسموح يعني ممنوع، to make noise in the library. عاوز mustn't، يبقى you mustn't، ما اقولش it is not mustn't وكده. You mustn't make noise in the library. You mustn't make noise in the library. منى said to ندى، طبعا ده بقى كلام مباشر. I am studying science now. عاوز told، بدل said to أقول منى told ندى. ممكن أحط ذات أو ما أحطهاش، هنحطها عشان نتعود عليها مش مشكلة. منى told ندى that she was studying science then. نقول تاني مع بعض. منى told ندى that she was studying science then. نيجي بعد كده للcorrect the mistake. بقول my brother وبقول study engineering next year. next year العام القادم، يبقى will study، طبعا ده مبني للمعلوم سوف يذاكر. إنما لو الجملة مبني للمجهول في الفيوتشر في زمن المستقبل يبقى will be والpast participle، إنما هنا will والinfinitive. عمر في كوما يا جماعة، وحليت الجملة دي برضو في التقييمات قبل كده، وبذكركم برضو إن أنا عامل فيديو عن إجابة جمل التقييمات، أظن 3 فيديوهات عن حل التقييمات. فلما نلاقي كوما بعد الاسم دي معناه إن الاسم ده منادى. عمر كوما يعني يا عمر. listen يبقى عاوز هنا الفيرب في الانفينيتيف علشان يكون أمر. listen carefully to what I say. Number 3. I have وبين قوسين بقول already been to London. لحد كده مفيش خطأ، يعني لو الجملة انتهت على كده عادي أنا فعلا رحت لندن. إنما بعدها بيقول I wish I could، أتمنى لو أقدر، معنى كده إنه ما راحش، يبقى بدل already تبقى كلمة never، يعني عمري ما رحت لندن، يا ريت أقدر أروح، يعني I wish أرغب I could، يا ريت أقدر أروح. فكلمة يا ريت ديت I wish I could معناها إنه ما راحش، يبقى بدل already أحط never. I have never been to London. نيجي بعد كده لسؤال الديالوج. هنا is talking with نور about free time، بيتكلموا عن وقت الفراغ. هنا بتقول لنور، بتقول لها what do you like to do in your free time نور؟
لسه مش عارفين نور بتحب تعمل إيه في وقت الفراغ. فهنا سألتها سؤال، نور قالت لها I like to draw faces، أحب أرسم الوجوه. يبقى معنى كده إن نور في الأول قالت لها I like to draw، أحب أرسم، أو I like drawing، أحب الرسم. سألتها what things، إيه الأشياء do you like to draw. يعني في نمبر 2 لما سألنا عن faces قلت what things، ما هي الأشياء، ده أداة الاستفهام. وبعد كده الفعل المساعد هيبقى do، عشان الكلام ده في المضارع I like. في البريزنت يبقى what things do you like to draw. وكانت في نمبر 1 طبعا قالت لا I like to draw، أو I like drawing، أحب الرسم. نمبر 3 سألتها سؤال قالت لها because faces، بدل قالت because يبقى السؤال كان why do you like to draw faces. قالت لها because faces show what is inside people. How many portraits have you drawn. كم عدد الصور اللي انت رسمتيها. مفيش هنا حاجة تحدد العدد، نقول مثلا 20. I have drawn 20 portraits، أو 20 portraits، أو 10 portraits، أي عدد. Would you draw my face please. ممكن ترسمي وجهي. Of course I'd like to، أحب ذلك. Sure بالتأكيد، أي إجابة مناسبة. ده كان سؤال الديالوج. بعد كده كان جاي سؤال الباراجراف اللي هو السؤال الأخير، كان جاي عن the benefits، فوائد of artificial intelligence، فوائد الذكاء الاصطناعي. وبكده نكون وصلنا لنهاية امتحان محافظة الفيوم. أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.